من كام سنة كان عندنا جوجل وبعدها ظهرت شات جي بي تي وقلب الدنيا، لكن دلوقتي كل يوم بتطلع أداة ذكاء اصطناعي جديدة وكل واحدة بتقول إنها الأفضل. فبدل ما أضيع وقتي وأجربهم واحدة واحدة قررت أعمل ده مرة واحدة. اختبرت أشهر 5 أدوات ذكاء اصطناعي بنفس الاختبارات، وفي آخر الفيديو هنعرف مين فعلا يستحق تستخدمه كل يوم ومين مجرد ضجة على الإنترنت. وقبل ما نبدأ أنا مش هقيم على الشهرة ولا على اسم الشركة ولا حتى على عدد المستخدمين. كل الأدوات هتجاوب على نفس الأسئلة ونفس التحديات، وفي النهاية هنشوف مين اللي كسب. فيلا بينا نبدأ فيديو النهارده. أول أداة شات جي بي تي. بصراحة دي الأداة اللي معظم الناس بدأت بيها، لكن هل لسه هي الأفضل؟ خلينا نجرب ويلا بينا. هنحط أول سؤال عندنا وهو كل الأسئلة ثابتة في كل المواقف في كل الأدوات وبنفس الطريقة وبنفس الكلمات، مفيش أي اختلاف ما بين الأدوات. ونرسل خلاص الشات جي بي تي خلص أول سؤال لينا، فهنقراه ونرجع بالنتيجة. بصراحة النتيجة كانت منظمة جدا والمقدمة شدت الانتباه والأفكار مرتبة، لكن كان فيه شوية كلام عام محتاج تعديل. خلينا نجرب السؤال التاني ونرسل السؤال التاني ونشوف ايه الرد بتاعنا. وهو بيقول اعمل خطة مذاكرة لمدة أسبوع، فهنشوف هل هيعمل فعلا خطة مذاكرة فعلا تنفع انها اطبقها في حياتي ولا لا. وهو خلص الخطة فهنشوف الرسالة وبعد كده نرجع تاني ونشوف التقييم بتاعنا. الخطة كانت واضحة وسهلة، لكن كنت اتمنى تفاصيل اكتر وكان فيها شوية كلام عام. ودلوقتي مع السؤال التالت بتاعنا وبيقول اكتب لي ايميل للاعتذار عن تاخير مشروع، فهنشوف هل فعلا هيعمل لي ايميل اقدر ان انا اسلمه مثلا لمديري في الشغل او دكتوري في الجامعه ولا لا. وهو خلص وهنشوف وهنقرا الرساله ونرجع لكم تاني. الاجابه بصراحه طلعت احترافيه جدا وفي اقل من ثواني، وفعلا اقدر اسلمها لمديري في الشغل او مثلا لدكتوري في الجامعه. اما السؤال الاخير بتاعنا وده اهم سؤال هيفرق ما بين كل اداه واداه، وهنبعته دلوقتي ونشوف هل فعلا هيجاوب عليه صح ولا لا. وهو بيقول اقترح فكرة فيديو عندها فرصة تنتشر لقناة نقطة البداية. فهو خلص الرسالة ايه، فهنقرا ونشوف هل فعلا دي فكرة بالنسبة للسي او وكل حاجة بالنسبة لليوتيوب. هل فعلا تكون فعلا فكرة تنتشر لقناة لسه بادية او مثلا ولا لا. ونرجع تاني بالنتيجة بتاعتنا. وهنا كانت النتيجة مفاجأة شوية. الفكرة كويسة، لكن خلينا نشوف باقي الادوات دلوقتي. هل تشات جي بي تي هيكسب ولا في حد هيعديه؟ يلا بينا نشوف. ودلوقتي ندخل على جيميناي، وده تاني موقع بعد شات جي بي تي على طول في الشهرة وعدد المستخدمين. بصراحة كنت داخل وانا متوقع انه ينافس بقوة، لكن خلينا نجرب بنفس الاسئلة. وده اول سؤال معانا ونبعته ونشوف. تمام، جيميناي بعت الرد بتاعه، بس حصل حاجة غريبة في الاول، ان هو لما بعت اول رسالة بعت لي ان هذا ليس امر يمكنني مساعدتك فيه، دعنا نجرب موضوع اخر. فمش عارف ده ايه السبب، بس انا بعت تاني ورد على السؤال. فهنقرا الرسالة ونرجع تاني بالرد بتاعنا ونشوف التقييم بتاعنا. الفكرة مش وحشة، لكن كان ممكن تتعمل بطريقة احسن من كده. الكلام عام جدا ومفيش تفاصيل في الفيديو، والمقدمة مش المقدمة اللي ممكن تجذب عدد مشاهدين، او كمان فكرة الفيديو نفسه ما كان مش الفكرة اللي ممكن تجذب او تدي مشاهدات عالية لقناة. خلينا نشوف السؤال التاني بيقول ايه. وادي السؤال التاني ونشوف الدنيا ونشوف الرد بتاعه. هل هيكون فعلا صح؟ هل ينفع ان انا اعملها برضو زي ما مثلا شات جي بي تي عمل؟ وهل ينفع ان انا اطبقها في يومي ولا مستحيلة؟ هو خلص دلوقتي الرسالة ونشوف الرد بتاعه ونرجع لكم بالتقييم. الخطة مش وحشة، لكن مدي وقت للمذاكرة كبير جدا في اليوم، وحاسب ان 8 ساعات مذاكرة و8 ساعات نوم، فانت يومك يعتبر ضايع. فمش مدي خطة مظبوطة او ينفع انها فعلا تتطبق في الواقع. فنشوف السؤال التالت. وادي السؤال التالت ونشوف الرد بتاعه هيكون ايه. بصراحة السؤال ده رد عليه بطريقة حلوة جدا، وفعلا الايميل ممكن فعلا يتقدم. وتعال نشوف رابع سؤال معانا وده السؤال، ويلا بينا نشوف. وهو خلص ونشوف النتيجة ونرجع تاني بالتقييم بتاعنا. وبعد ما قريت الرسالة كاملة، الفيديو مش وحش، بس في نفس الوقت مش فيديو فعلا ينتشر او يفرل على الانترنت. ودلوقتي نبدأ مع تالت أداة معانا وهي ديب سيك، وهنشوف هل الأداة تستحق فعلا ولا لا. وهنبدأ بأول سؤال معانا زي ما بدأناه مع كله، وهو اكتب لي سكريبت يوتيوب مدته 5 دقايق، وهنشوف فعلا هيكمل ولا لا. الفيديو اللي عمله مش وحش، ولكن برضو كلامه عام. فتعال نشوف السؤال التاني. بصراحة خطة المذاكرة اللي عملها هي خطة حلوة جدا، وفعلا الخطة دي ممكن ان انا اعملها في يومي، وفعلا خطة مش مستحيلة، لا واقعية وممكن تتطبق كمان. وتعال نشوف تالت سؤال معانا. ودلوقتي وانا بكتب تالت سؤال معانا جه وقفني بان هو وقف المجاني بتاعه، الفري بتاعي خلص. فتعال نشوف رابع موقع معانا. ورابع اداة معانا وهي تشات اون.
فيلا بينا نسألها برضو نفس الأسئلة ونشوف ايه النظام. وأول سؤال ونشوف كتب سكريبت الفيديو كعنوان ممكن يتحقق بطريقة أحسن من كده بكتير. فيلا بينا على التاني سؤال. الخطة اللي عملها مش وحشة ولكن هو محدد فيها أوقات، يعني من الساعة كذا للساعة كذا. تالت سؤال معانا. الإيميل اللي عمله مش وحش ولكن كان فيه برضو أحسن من كده، وحاطط حاجات ما بنحطهاش اصلا في الايميلات. نشوف رابع سؤال معانا واخر سؤال. فكره الفيديو مش وحشه خالص، هي فكره حلوه جدا بس محتاجه قناه مش لسه بادئه، لا محتاجه قناه متوسطه او ليها قاعده جماهيريه. فيلا بينا نشوف اخر اداء عندنا، ونبدا مع اخر اداء معانا ونشوف اول سؤال عندنا. واخيرا نخلص. هو خد وقت فعلا كبير، يعتبر اطول موقع خد وقت في ان هو يبعت الرساله او يرد على الرساله بتاعتنا. بس هنشوف سكريبت الفيديو نرجع تاني. بصراحه سكريبت الفيديو مش وحش خالص، لا فيديو حلو جدا، والمقدمه بالذات حلوه جدا بس محتاجه شويه تعديلات. فيلا بينا نشوف تاني سؤال معانا. دلوقتي هو بيبدا ان انا بقول له اعمل خطه المذاكره، فهو بدا لي بيسالني اسئله، بيقول لي ايه المرحله الدراسيه، فمثلا هختار ثانويه عامه. فبيقول لي ايه الهدف من خطه المذاكره دي، فاقول له مثلا مذاكره منتظمه طول الترم، فده الافضل دلوقتي. ودلوقتي هو خلص، فهو بصراحة يعتبر حلو جدا في حوار السؤال ده. فتعالى نقرا الاول الخطة ونرجع تاني. بصراحة الخطة حلوة جدا وفعلا يعتبر من المواقع اللي فعلا حلوة جدا في سؤال الخطة ده. فتعالى نشوف تالت سؤال عندنا. دلوقتي هو خلص ومديني 3 اعتذارات: اعتذار رسمي مع حل، واعتذار مختصر وعملي، واعتذار مع تعويض. فهنقرا التلاتة ونرجع تاني. دلوقتي خلصنا، وفعلا الرد بتاعه حلو جدا وردوده فعلا ممتازة جدا في مواضيع في اسئلة كتير. فتعالى نشوف اخر سؤال عندنا، وده اهم سؤال، فتتوقع هل هيرد عليه برضو حلو ولا لا. دلوقتي هو بيسألني ايه مجال قناة نقطة البداية. مثلا خلينا زيادة الاعمال والربح من الانترنت. فبيقول لي قناتك كبيرة ولا لسه في البداية. ممكن نقول خلينا في اللي هي لسه بدأت، لسه بداية، عايزين نشوف فكرة لقناة لسه صغيرة. دلوقتي هو خلص الرد بتاعه، هنقراه ونرجع تاني. ودلوقتي خلصت القراية. فعلا الرد بتاعه حلو جدا، وبرضه حوار الأسئلة اللي هو بيسألها بتخليه ان هو يجاوب على الأسئلة بطريقة ممتازة. فيلا بينا نشوف بقى النتيجة وايه الدنيا، وفي الآخر مين كسب، ومين فعلا مركز اول، ومين مركز خامس، ومين فعلا اداة ما ينفعش تستخدمها وملهاش لازمة وهتضيع وقتك على الفاضي. فتوقعوا انتوا الاول قبل ما نروح نشوف. دلوقتي بعد ما خلصنا الاختبار، بصراحة النتيجة كانت اوضح مما توقعت. في اداة كانت سريعة ومنظمة، وفي اداة كانت ممتازة في الردود لكن بتاخد وقت وبتسأل اسئلة كتير قبل ما تجاوب. في اداة وقفت معايا عند السؤال التالت بسبب انتهاء الكوتا. في اداة كانت كويسة لكن مش نفس قوة الباقيين. وده ترتيب النهائي، والترتيب بتاعنا هيبدأ من المركز الخامس للمركز الاول. فيلا بينا بالمركز الخامس، وهو تشات اون. كان كويس جدا في البحث وجمع المعلومات، لكن في الاختبار ده ما قدمش اقوى صياغه ولا احسن ردود مقارنه بالباقيين. وكمان اللغه العربيه بتاعته ما كانتش حلوه، وسرعه الرد كان بطيء. ويجي معانا في المركز الرابع ديب سيك. كانت بدايتها كويسه جدا لكن وقفت عند السؤال الثالث بسبب انتهاء الكوتا، فده خلاني ما اقدرش احكم عليها حكم كامل، بس هي بدايتها حلوه جدا. ويجي معانا في المركز الثالث وهو كلاود. بصراحة كانت من اكتر الادوات اللي عجبتني في جودة الردود، لكن كانت متعبة شوية في التسجيل وبتاخد وقت، وكمان ساعات كانت بتسأل اسئلة توضيحية كتير قبل ما ترد، فده خلى التجربة اقل سلاسة. بس برضو في حتة حلوة ان هي كانت الاسئلة دي بتخلي النتيجة افضل بكتير. ويجي معانا اخر مركزين وهو المركز التاني والاول. ويجي معانا في المركز التاني جيميناي. أداة قوية جدا وسريعة ومرتبة وبتديك ردود محترمة، لكن في الاختبار ده حسيت ان تشات جي بي تي كان اهدى واثبت شوية في النتائج. ويجي معانا في المركز الاول وهو الملك المتربع على العرش دائما تشات جي بي تي. الأداة اللي قدرت توازن بين السرعة والتنظيم وجودة الردود وسهولة الاستخدام. مش دايما كانت الأعمق لكن كانت الأكثر ثباتا وأكثر عملية في الاستخدام اليومي. ودلوقتي النصيحة بتاعتي، ولو هستخدم أداة مجانية كل يوم فانا شخصيا هختار تشات جي بي تي. لكن الحقيقه مفيش اداه كامله، كل اداه ليها نقطه قوه. كلاود قوه في الجوده، جيميناي سرعه ومرتب، ديب سيك كان واعد جدا، شات اون ممتاز في البحث، وتشات جي بي تي هو الاكثر توازن في كل دول. ولو عايزين جزء تاني نجرب فيه ادوات اكتر او نعمل مقارنه بين ادوات التصميم، اكتبوا اسم الاداه اللي تحبوا تشوفوها في التعليقات. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.